السلام عليكم الإخوة والأخوات، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. إن شاء الله في هذا رمضان المبارك حاولت نختار لكم واحد السلسلة اللي هي مهمة بزاف اللي متعلقة في الغذاء، لأن في شهر رمضان الأبرك كيتزايد الطلب على المواد الغذائية. لهذا السلسلة ديالنا إن شاء الله اللي سميناها سلسلة الغذاء الصحي والسليم. إن شاء الله في الحلقة رقم واحد اللي غنتكلموا فيها إن شاء الله على اللحوم والجودة ديالها وطريقة الاقتناء ديالها بطرق صحية وسليمة. بالنسبة أول حاجة كنشوفها أنا كمستهلك باش نشري اللحم من عند الجزار، أول حاجة كنشوف داك الجزار الهندام ديالو واش نقي أو ما نقيش، يعني يكون كيتمتع بصحة جيدة، وكذلك يكون لابس واحد الوزرة بيضاء نقية أو وزرة بطابلية ذات لون مفتوح بصفة عامة، وكذلك يكون محيد أظافير ديالو، وكذلك يكون الشعر ديالو محلق الشعر ديالو أو داير واحد الطربوش باش ما يسمحش باش يسقط الشعر في الكفتة أو اللحوم اللي كيقوم بالإعداد ديالها للمستهلكين. كذلك كندير واحد نظرة على اللحم، خاص داك اللحم تكون كتميل للون الأحمر أو اللون الغوزي، لأنها ساعات تكون باقا الحمضرية وباقا الجودة ديالها مزيانة، متكونش كتميل للون الأصفر أو اللون الأخضر أو الأزرق أو الأسود. بعض المرات كيكون شي بقرة اللون ديالها أصفر، هذاك فقط كيكون بالتغذية، لأن لحوم البقرات أو الأنثى البقرة كتكون الشحمة ديالها صفراء لأنها تكون آجي يعني كبيرة في السن، أو كتغذى على مواد غذائية اللي ممكن ترد لها اللون ديالها اللحم ديالها هكاك. ناخذ بعين الاعتبار هذه القضية هذه. كذلك هذيك اللحم يكون مؤشر عنها، يعني خضعت لمراقبة صحية بيطرية اللي كيقوم بها المصالح البيطرية في المجازر، سواء المجازر المعتمدة أو المجازر البلدية أو الجماعاتية. يكون الطابع باين مزيان، يكون الطابع باين، يعني ما يكونش مثلا تكون الكتابة اللي فيه تفتيش صحي بيطري، كيكون واحد الكود، يعني كل مجزرة عندها واحد الكود، كيكون على شكل بيضاوي داك الطابع، كيكون فيه تفتيش صحي بيطري مكتوبة، وكذلك تكون فيه نوعية السقيطة، إما بقر أو غنم أو ماعز أو جمال أو حصان أو غير ذلك. شوف الأحسن لكل منطقة باش معروفة يعني شنو كتستهلك، ولا منطقة شنو كتستهلك عندها في المغرب. كذلك هذيك اللحوم تكون داخل الثلاجة أو المبرد اللي كيسميوها ثلاجة العرض، أو كيسميوها الجزارة ثلاجة الطيحة أو البيترينا أو الفيترينا، هاد المصطلحات ديالها. كذلك المعدات اللي كيستعمل داك الجزار تكون معدات ديال إينوكس، وتكون مقاومة للصدأ، وكذلك تكون سهلة الغسل. بالنسبة للاستعمال يعني البلاستيك أو غير ذلك، من الأحسن يستعمل أوراق التلفيف وبلاستيك الخاص بالمواد الغذائية، لأنه كاين البلاستيك اللي هو ذو جودة رديئة وفيه واحد الريحة كريهة، ممكن يخسر لي اللون عفوا المذاق ديال داك اللحم ديالي أو غير ذلك، وكذلك ممكن يأثر على الصحة ديالنا من بعد. هذه كنصائح بغينا نقولها لكم إن شاء الله في هذه السلسلة باش تزيدوا تبعوا إن شاء الله، لأن المغاربة الحمد لله راهم واعيين بهذه العملية، حنا فقط كنزيدوا نوعيو الناس اللي ما عارفينش. وبهذا قد نكون أنهينا هذه الحلقة، والسلام عليكم، إن شاء الله سنلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله.